عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده. طبعا انتم مش متعودين عليا بالشنب ده، بس احنا في الجيش لسه واخدين اجازه. بص اقول لك حاجه، لو انت عدي على الانستجرام انت هتعرف اليوم اللي انا بروح فيه الجيش، فاهم؟ هتلاقيني بحط الصور اللي هو الغريبه دي، فاهم؟ اللي هو واحد بيربط جزمه توكلت على الله، الحاجات دي هتلاقيني بحطها اليوم ده، فانت افهم ان انا كده اليوم ده انا رايح الجيش. يعني انا طبعا الوقت هيبقى متلخبط في حيث ان انا مش معنى انا مثلا انت بتشوف الفيديو ده دلوقتي ان انا موجود، ممكن اكون انا في الجيش. فانا هحاول اعمل فيديوهات في الوقت اللي انا بنزل فيه اجازه، ويعني ابعتها للاديتور يعملها طول مثلا تنزل على حسب وقت ما تنزل يعني. بس فانت ممكن تبقى عندي على الانستجرام اللي هو ده تبقى متابع معايا اكتر. المهم يا جماعه انتوا وحشيني جدا جدا. احنا بقالنا قد ايه؟ اخر فيديو ميمز كان من 4 شهور. اوف بجد اوف. المهم يعني فيديو النهارده هيكون باذن الله فيديو ميمز. ولا جاي ممكن تركب لي دقني معلش يعني بس انا مش متعود على نفسي بشنب ومظبوط يا جماعه. من كام يوم لبست جاكيت جلد. المهم كنت رايح مول يعني فكنت نازل الباركينج بتاعه وبتاع. فالمهم كان هو الباركينج اول دور من الباركينج، انا قلت باركينج ها. المهم من اول دور من الباركينج بيبقى قافلينه بإماع عشان بيبقى مليان. فانا جاي انزل الراجل بتاع الامن اللي كان واقف، والله العظيم كان قدامي عربيه رينج روفر انا فاكر كانت نمره مميزات تخش له. هو بتاع الامن قال له والله يا فندم مفيش مكان وبتاع. المهم دخلت بعده كده لابس الجاكيت الجلد، والله بالشرف ده قلت له افتح يا ابني والله العظيم قال لي بقى ودخلني. هو انت ليك ميزه ان انت تبقى حاطط الشرف ده، فاهم؟ المهم يا جماعه احنا داخلين النهارده على الجروب ان شاء الله. الفتره الجايه معانا احنا هنبقى كل اسبوع هندي ريوردز لاكتر بوست جايب رياكت، وبرده هندي جوائز كتير قوي للاكتر من الممبرز المتفاعله. هنعمل جيف اويز كتيره. فانتوا لو مش عند الجروب بتاعنا نرجع نفوقه تاني عشان بصراحه الجروب نام الفتره اللي انا بطلت اعمل فيها فيديوهات. لينك الجروب هتلاقيه تحت في الديسكربشن. المهم يعني بدون رغي كتير، واحده زي القمر الدفعه كلها هتموت عليها صاحبها اللي هو يعني انا المفروض انتوا عارفين. طب اقول لكم حاجه، انتوا عارفين ان هي دي نفس الاوضه معلوماتكم يعني، ده رقم واحد. اصلا لسه واخد بالي من حاجه، الموزه شكلها اصلا غريب قوي هنا. المهم يعني بس الفيديو ده مثلا يا جماعه انا مش بوظف الفيديو ده في 2013. انا فعلا المفروض اشيل حاجاتي بتاعت زمان دي كلها عشان بجد بتبقى كوارث. مش كده بعملها حس ان هي ما كنتش عارف ان انا قدام هعمل جروب هيبقى عليه بعض البني ادمين الجمال، فاللي هو ماشي يا حبيبي. ظهور موكي في حلقه نصوحي. اوكي فالفيردي يلا يا عامل ايه؟ طيب مين ابو العيله ده؟ انا عارف يا دخلت شبه فالفيردي. بس ده مش انا. ابو العيله ده اللي هو بيبقى حسن. اوكي هو حسن الى حد ما شبه فالفيردي، لا مش قوي يعني. طبعا مع فرق الجسم يعني فرق الجسماني فالفيردي اضخم شويه يعني، حسن صغنطوط شويه. لان اسم تاني الموكي غير عمرو دياب. لما بدينا لسه عمرو دياب، بس انا بشلبي ده انا مستحيل ابقى عمرو دياب. اوكي مش موكي يا عم بيتكلم على حسن ابو العيله. يا جماعه الواد ده اقسم بالله احنا لو على ريدت كنت اديك فاهم ريورد ان انت فعلا متابع معانا. بس ماشي. بعد كده على طول واحد راح يتصور مع فوقش، بعد كده لقيته كاتب اي حاجه من ريحه موكي. يعني هو اكيد فؤاد اتضايق صح؟ اكيد فؤاد اتضايق الصوره دي صح؟ ايش ده كورو طب شبط الخواطر بطر الخواطر ده شمالة خواطر من بوينت اوف فيو لايفات التيك توك. المهم يعني محدش يفصل عليا عشان بجد. لا يا احمد حسك الفكاهي يا احمد في النازل، انا بحبك. طب ما تيجي نستوك زينهم على تيك توك كده شويه، شوف عايز شوف حاجه. وبالتالي قليلين قوي اللي اسمهم زينهم في البلد، فيعني اظن هلاقيه على طول. Be happy. Be human. The world is already tough enough. Live, love. لا يا احمد، لا يا احمد انا اكسبكت منك اكتر. يا هل ترى دي بقى الصراحه حلوه اقل خطبه جمعه في الزمالك مطبق على رفض ونازل تصلي جمعه. يا هل ترى في زمن الراب لو عاش بيننا عنترة وسمعنا الجينكس راب البانش لاينز من عند الشنفرة فأغمض عينيك ودع القلب يرى. دي صراحه حلوه. انا بأذنهم تمام. حدثني احد الهم. هتعمل ايه يا برو لو فتحت الدولاب وطلعت لك انا من جوه الدولاب؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ماشي خلاص يا جماعه. انا الحمد لله زينهم حسوا الفكاهي رجع. المهم هنا بقى الفتره اللي انا كنت مختفي فيها سبب اختفاء موكي. يعني انا بالتالي بجد شكرا للجروب ده. انا شبه لقيت ال 40 واحد اللي شبهي. مش كل واحد بيبقى ليه 40 واحد شبهه. انا بالتالي لقيت جزء كبير منهم. طبعا كده اول واحد لقيته الفنان عمرو دياب، ما علينا. تاني واحد ده، تالت واحد ابن الفنان كان اسمه ايه؟ راغب علامه. بس دي مش عارف بتاعي كانوا هنا بيهروا في البيت بيقولوا لي ان انا شكلي حلو، فبيقولوا لي انت شايب ما علينا شكلهم بيضحكوا عليا. بس هنا عندنا في احدى المواقع، طبعا انا مش محتاج اقول لكم ايه، واحد مجهول يا موكي عايزين فيديوهات جي تي اي، بعد اقول له بلس 1 ده موكي لو شاف الكومنت هنا هيقتلك، والاكونت اسمه كله يا موكي. طب هو مش في مثلا كومنتس على يوتيوب؟ بجد والله مش في جروب؟ يعني ليه رايحين في ويب سايت زي ده تكتبوا لي كومنتات على فيديو؟
يعني طب انا هفهم لو الفيديو ده بتاعي، انا بجد هتفهم، ده مش الفيديو بتاعي ليه؟ ومش بس كده، جوه عقليه واحد دخل الويب سايت المعين ده او الموقع المعين ده وقعد بيفكر فيا، يعني هو برضو ليه انت؟ لا هو الموضوع غريب والله، يعني كل ما تفكر فيه اكتر كل ما الموضوع بيغرب اكتر. اوكي موكي ماشي اوكي، ممكن تحط صوره سبايدر مان، انا مش شبهه فاهم يا جماعه. انا نسيت ان انا اصلا في تراي نوت تو لاف، تصدقوا والله لو كنت عايز اعمل فيديو ديسكورد بوك بعد بكره نقلبه بتراي نوت تو لاف. اعظم شنب في التاريخ يا جماعه فتره مركز التدريب ده، انا كنت جاي واخد تان. رساله لاي حد لسه هيخش مركز التدريب في شهر 7، يعني انا برضو بعد كده هناك اكتشفت ان انت دفعه 7 دي بيسموها دفعه العبيد فاهم، مش الشمس. لو انت الشمس اساسا ده انت لو انت رايح مصيف بتبقى مش طايق الشمس، ما بالك بقى يا باشا الطوابير، ده انت هتنبسطوا قوي والله. يعني هنعملش فيديو جديد ده انا هنا لما طلعت يوم لما خدت اجازه فطلعت كده صورت فيديو فاهم انت شطبت ده انا كنت جايب افكاره ولسه عايز اعملها. كان في الجيش ما طلعش مات الحمد لله. طب الحمد لله يعني ما اتصورش ايه يا جماعه. ممكن الترند بتاع يعني ممكن ما نعملوش تاني. عم ابو علي هو بيدور على موكي، هو فعلا انهي واحد ابو علي والله مش واخد بالي. هم مين دول يا جماعه اللي في الصوره +1 والله؟ عم هو ابو علي قرب له ايه؟ عمه والله العظيم. انت مصدرك ايه طبعا الاخوك كده ولا مؤاخذه عم فارس مصدر فاهم تراست مي برو فاهم. هنا الفتحه على روح عمر حكيم، فطبعا يعني لو انت بتتفرج على الفيديو فلو تعمل بوز الفيديو بتبقى تقرا الفتحه عمر وتدعي له يبقى كتر خيرك. شكرا جدا. دلوقتي السنه دي المغرب هي اللي في كاس العالم، هتشجع المغرب. انا كان نفسي اشجع مصر بس مصر خرجت واحنا لسه. بص عشان تعرفوا بس ان احنا بنرسم الطريق واي حد بعدنا بيمشي عليه. احنا البيك اب لاين ده عاملينه في سنه كام يا جماعه باذنكم؟ هو الحوار ده اتفضح سنه كام؟ 2015 16 في الرينج ده. احنا النهارده في 2022 ولسه بيستخدموه باشا. العبد لله خلاص كفايه نرجسي. بيلعب بيج بوي ده عامل بيها سكوت كمان. يا جماعه انتوا عارفين انا شلت زينهم حبيبي صاحبي دراعي شدد من امبارح من امر الدنيا والله. يا جماعه انتوا عارفين انا شلت زينهم كام يوم؟ كنت في اكتوبر فلا من كام يوم ايه؟ من كام اسبوع كنت في اكتوبر انا اسف. وحتى كنا منزلين على انستجرام على حوار اللي هو لما كنا عاملين يو كانت سي مي وبتاع. بصوا يا جماعه انا بغريكم ان انت تجيلي على انستجرام، يعني خدت بالك ان انا بعملها لك بطريقه اندايركت كذا مره. انا بقول لك على انستجرام بس انت لو كنت عارف لو بحسسك بالذنب فانت المفروض تحس بالذنب. فشلت زينهم، انا شلت زينهم بس طبعا ما عرفتش. كنت عايز اشيله سكوت بس هو قال لي بلاش، وانا الصراحه الحمد لله سمعت كلامه وانا بس شلته جون سينا ونزلته تاني. نور الدنيا يا عم احمد. انا بقى اللي ظهري شدد من ساعتها ايه ده الفنان كمان؟ الفنان ده اجدع بصور فيديو. عامل ايه يا صاحبي؟ تصور ده لسه قاعد بصور. السلام عليكم. الفيديو ده هيكون نزل اخر الصور. ده يا صاحبي لسه زيع يا صاحبي. الفيديو ده هيكون نزل بس النهارده المفروض الالبوم بتاعي نزل كمان 3 ساعات من دلوقتي، فعايزكم تخشوا تسمعوا. 3 ساعات يا باشا هيكون النزل في الديسكريبشن. نرجع لموضوعنا براحتك يا موكي. اقعد كده ما تبداش الفيديو بالانترو بتاعت زمان وكله هيتحسن من اول عم ابو علي لحد المفروض احمد سامي اللي هو الفنان الساحر يعني وانا مالي لمبي. موكي اليوتيوب عوده العلاقات ده هنا في اكتوبر لما كنتش اعرف ان انا هغيب عنهم 4 شهور تاني. صباح الفل. انا جاي اسير الجدل واقول اني بحب زينهم اكتر من موكي. طبعا هتلاقي الكومنتات كلها وانا كمان فاهم. حاسس ان انا شخصيه بنت فاهم ايه زينهم اللي عمل راب فاهم. ما حدش بيحب موكي اصلا. مين موكي ده؟ انا عارف والله العظيم انا عارف. الناس كلها بتطلب الحساب عادي فاهم. انا واصحابي واحنا بنطلبه انا بحب استعطف جخصه موكي عملها اجمد. بس يا جماعه بص موكي عملها اجمد اللي هو انا هنا بالبدله شورت وهنا تامر حسني والفنان كنت اقول الفنانه ابو ودان بس ما ينفعش اقول كده حرام يعني. بس انا قلت كده بس انا يعني مش قصدي يعني. ده خلاص يا جدعان 3 بوست خلاص. ما تنساش طبعا لايك وسبسكرايب طبعا شير الفيديو. شكرا جدا. احنا دخلنا ما تنسوش وعندنا على جروب في جوائز الفتره الجايه كتيره. كل اسبوع ان شاء الله اكتر بوست جايب رياكتس اكتر من اكتر ناس بتتفاعل بس يعني اتمنى نشوفكم باذن الله. اشوفكم على خير لحد ما نشوف الفيديو الجاي. السلام عليكم.